ما من معركة إلا وتترك خلفها حالة جديدة من النزوح إلى العاصمة. هذه المرة ينزحون من المناطق التي شردوا إليها عام 2007 إثر دخول القوات الليثوبية إلى الصومال. نزحنا بسبب المعارك الأخيرة ولا نستطيع العودة إلى هناك. لا نستبعد أن تتجدد الاشتباكات في أي لحظة، لذلك نزلنا ضيوفا على أقاربنا. معركة دينيلي بين القوات الحكومية المدعومة من القوات الأفريقية وحركة الشباب المجاهدين قبل أيام دفعت بالسكان المخيمات القريبة من منطقة الاشتباكات في علشبيها باللجوء مجددا إلى العاصمة بحثا عن مكان آمن. هذه المعارك أثرت علينا سلبا، نحن بلا عمل لأن الحركة توقفت والناس فروا من المنطقة خوفا على سلامتهم من قصف القوات الإفريقية التي أمطرتنا بوابل من القذائف. سوق دينيلا والمناطق التجارية القريبة لها تدمر بالكامل نتيجة القصف الذي تعرض له من قبل القوات الأفريقية. أما الشوارع المؤدية إلى مقديشو فأصبحت مكتظة بالنازحين والفارين من الاقتتال الدائر هذه المرة في أطراف العاصمة. هؤلاء النازحين بدأوا يشعرون بالقلق لأن الحرب في مقديشو انتهى، ويعني المعارك بدأت في المناطق التي كانوا يسكنون فيها، وهي مناطق التي تحيط بمدينة مقديشو. ومما يزيد المعاناة بالنسبة لهؤلاء النازحين هو غياب الأمل والأفق لحل مشكلتهم، فهم في هذه الحالة من التشرد والحروب منذ 20 عاما. وإلى أن تتغير الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد سيبقى المدنيون الضحية، وستصبح حياتهم تحت رحمة الأطراف، تارة ينزحون إنقاذا لأرواحهم وتارة يفقدون قريبا لهم، بانتظار يوم لا يسمع فيه دوي الرصاص ويسود فيه القانون والنظام. فهد ياسين، الجزيرة، مقديشو.